السلام عليكم. اولا كده مبروك لجماهير النادي الاهلي تاهل للدور نصف النهائي، ولكن المباراه كان فيها الغاز كان ممكن تخلي المباراه ما تعديش على خير. كولر كان بيلعب من غير صانع العاب يشغل خط الهجوم، والمباراه كانت دفاعيه 100%، وده مش شيء حلو ولا وحش علشان يقدر يحافظ على النتيجه. وفي نفس الوقت الرجاء جاله ضربه جزاء كانت ممكن تغير مجرى المباراه تماما، وكان قادر يعدل بيها النتيجه، ولكن سوء الحظ ضربة الجزاء تخبط في العارضة، لأنها بصراحة كانت ضربة جزاء ظلم. ديانج ما لمسش الراجل أصلا، وكانت رجله رايحة على الكورة، وأعتقد إن الحكم خاف من الجمهور، ولكن ده ما يمنعش إن الحكم كان ماشي في الماتش زي الفل. ولكن الخطط اللي زي دي دايما بتبقى مهددة باستقبال أهداف على غفلة كده. والشناوي اتهدد مرماه اكتر من مره، لكن سوء حظ الرجاء في التسجيل، وخصوصا في اخر 5 ماتشات، والنهارده الماتش السادس بدون تسجيل اي اهداف. وده سبب من اسباب اللي خدم خطه كولر النهارده، ان فريق الرجاء عنده مشكله في خط الهجوم، وفي نفس الوقت لعيبه دفاع النادي الاهلي كانت مركزه جدا. نيجي بقى المنذر الكبير، قصدي منذر المغرور، اللي قال امبارح في المؤتمر الصحفي ان هو قادر يكسب النادي الاهلي 3-0. النهارده فوجئت ان هم لابسين تقريبا نفس الطقم بتاع النادي المصري، اللي هو قال امبارح ان المصري كسب الاهلي، والاهلي اصلا ما لعبش المصري، والاهلي اعتذر عن المباراه وهو شافها في الاحلام. النهارده لبسه ابيض فاخضر زي طقم المصري تقريبا، وانتهت المباراه بالتعادل. واثبت النهارده ان هو مدرب مغرور، وما يليقش بقيمه وحجم النادي الرجاء، وما ينفعش يكون مدرب لنادي الرجاء. وطلع مدرب اضعف من انه يدرب كره ماء، ونادي الرجاء قيمه كبيره ونادي عريق، واعتقد انه مش كفاءه يدرب نادي بحجم وقيمه نادي الرجاء. وهارد لك نادي الرجاء، وهارد لك جمهور الرجاء العظيمه، اللي بجد بجد سندت فريقها حتى في عز ضربة الجزاء اللي ضاعت. برضه كانوا بيهتفوا لناديهم ووقفوا جنب ناديهم وما أثروش في حاجة. اللي قدموا منظر حضاري طول الماتش بصراحة بكل حيادية، ولكن نقص الخبرات من منذر الكبير ومن لعيبة الرجاء لصغر سنهم، وبعض خبرات النادي الأهلي في اللعيبة الموجودة في المباراة، هي اللي خلت المباراة تسير زي ما النادي الأهلي عايز. مبروك النادي الاهلي للتاهل لدور نصف النهائي، وعرض لك الرجاء اخواتنا الغاليين على قلوبنا زي ما قال الكابتن محمود الخطيب. البطولات والمباريات بتروح وتيجي، ولكن يبقى الموده والمحبه والاخوه. اهلاوي انا، والفخر ليا، وان شاء الله بمشيئه ال11 اهلاويه، وهنقابل صن داونز ان شاء الله. هنقابل صن داونز نديهم علقه وناخد ال11 من حباب عينيهم. السلام عليكم.